متتبعي قناة سوبر سبورت، أهلا بكم في فيديو جديد، والبداية بالتفاصيل. ثم مكون المهم في التصريحات ديالو هضر على المباراة، شار الاقحام ديال اللاعب مايلولا اللي سجل الهدف. قال لك راه سمعت الاحتجاجات ديال الجمهور وداك الشيء. قال لك انا ما عنديش مشكل مع المساعد، يقدر يجي مساعد، وانا هنا مع الرؤيه اللي كيعتمدها الرئيس والمكتب المديري. مزيان. قال واحد جوج الجمل اللي صعاب عندي انا شويه، باقي كنقلب على التشكيله المثاليه. هذه صعيبه، وكاين واحده صعب منها كاع. ولا سمحتي لي ما كاين مشكل. قال لك انا هنايا نقدر نغلط وجيت باش نتعلم وباش نكبر. لا في الوداد لا، اسمح لي، لا اسمح لي، يمكن ما تعرفش ولا كيعبر بطريقه بالانجليزيه، يمكن ما كتكونش، حيت ما تقدرش تقول جيت نتعلم. انا في الوداد ما كيتعلموش فيها الناس، الوداد ما كيتعلم فيها حتى واحد. اسمح لي، الوداد راه بتاريخ ثقيل قبل من بزاف ديال الفرق افريقيان وشمال افريقيا وفاش ما بغيتي، تاريخها راه ثقيل. غنبقى دائما نقولوا نفس الكلام، نبقاو نفس الاسطوانه، نقولوا الوداد تبارك الله تاريخها باللعابه ديالها بمسيرين ديالها بجماهير، القاعده الجماهيريه ديالها داك الشيء. تعلم على حنا كنجيو نتعلموا على، انا نقدر نمشي لعند البايرن نقول ما نتعلم فيكم، تمشي عند السيتي تقول لهم انا غادي ندير. الوداد هادو جوج الحوايج انا يمكن ما. اولا التشكيله خصك تكون عندك، خصها تكون عندك تشكيله بعد 9 دورات. 9 دورات خصها تكون عندك تشكيله على الاقل. شوف، على الاقل 80% تكون عندك تشكيله. واش فهمتي؟ راه الجمهور بغى يجلس كيتفرج في الفرقه ديالو هو مرتاح. ما عرفتش غتفهمني ولا لا؟ هي انا ما باغيش الوداد يجلس يبقى كيترعد. الجمهور جالس هو مخلوع، ها هي دازت اللي محضر برا، يمكن غتسنى حتى 88. كاين اللي خرج وغادي تماركي داك الهدف وماركي داك الشيء، سي با سا، ما كاينش. لا اسمح لي، واش انت ما يفهمش؟ يمكن ذاك العام بالنسبه لي انا ضاع الوداد بسبب المشاكل اللي عرفتها الفرقه. ما نقدروش نقولوا احنا من بعد المشكل اللي وقع الرئيس، من بعد هو من قبل، هو من اللي جا رمزي. لا، انا كنقول هذه هما المسائل اللي خلاو فريق الوداد يتنازل على الرتبه الثانيه ويتنازل على الرتبه الثالثه. والله يحسن العوان، ما نطلبوش اكثر، لانه الظروف اللي عاشها الفريق ذاك النهار ذاك العام صعيبه بزاف، لا لاعبين ولا مدرب. ولكن دابا اسمح لي، بهاد الانتدابات وبهاد الوقت كله وبهاد لو نيفو منير ديال البطوله، خصك تعرف القضيه، راه خصك تحط المستوى ديال البطوله اللي انت لاعب فيه، راه باين المستوى. والفراقي مع من لعبتي وباقي ما لقيتيش سميتو التشكيله. هو حيت عندي شي حاجه مازال غنسولك عليها هنا. العنوان ديال هذه المباراه هذه، احسن حاجه يمكن دارت في المباراه هو الانتصار، لانه من بعد النتائج السلبيه وحتى يعني كيف كنقولوا عدم استقرار المدرب، يعني لا في التشكيله لا في التغييرات، بزاف ديال المسائل. 1-0 احسن ما كان، 3 نقاط تخلي على اساس على انه شفنا احنا البارح الدراري كيفاش رياجاو من بعد ذاك الهدف، وشفنا الفرحه الهستيريه هذه كتبين لك الضغط اللي كان كيعيشوا اللاعبين وكيعيشوا حتى الطاقم التقني، لان اسابيع كامله وانت خصنا مدرب مساعد، خص هذه بزاف، هو راه كيوصل كل شيء. وكنظن بانه حاس بالضغط اللي عليه. المباراه ما كانتش سهله، لانه صراحه الفريق ديال الفتح نقدر نقول لك انا كان فيها تكافؤ من ناحيه تقريبا الفرص. كاينه واحد المساله اللي كتبان اللي كنتي كتفرج غادي تبان لاي واحد، وهو يعني كذاك الوصول اللي كيكون تقريبا بسهوله بعض المرات اللاعبين ديال الفتح. دوك وهذه تكلمت على ذاك النهار، قلت لك حنا باقي تحسين ديال الدفاع وثم وسط الميدان. القضيه هذيك تكلمت عليها هذه واحد 2 ديال الاسابيع ولا 3،
واش ماكوينا باقي ما كيقلب حتى هو وكيشوف، لانه ما يمكنش اشاك فوا سورتو بلو كوتي دروا اشاك فوا كاين ان باساج اشاك فوا كيوصلوا للكاري ديال 18 متر. راه اوروزمون كان حركه تما قطع واحد الكره، الكارديان دي بيتا قطع شحال من كره. انا نقولها بطريقه اخرى، اوروزمون الوداد ان المهاجمين الفتح ما تعاملوش مع دوك المحاولات، ما خداوش لي ديسيزيون، ولكن ماشي ديما كنظن شي 3 المرات ولكن راه ماشي ديما، راه ماشي مقياس. راه هذه الكلمه اللي كتقول انت راه هذا هو التخوف اللي تيكون. انا لعبت مع واحد الفرقه اللي سميتها الفتح اللي ما ديجا هي ما كديرش دي بون ريزولتا، ما كتشجلش بزاف، ما كديرش وي ما كاين مشكل، ولكن ادفيرسير واحد اخر بدي زاتاكون احسن من هذوك غتخلص كاش. راه هي اللي وقعت اكثر من مره. اذا انا كنظن بانه بالنسبه لي احسن حاجه اللي تقدر تخرج بها في هذه المباراه هو هذاك الانتصار وديك 3 بوان اللي تخليك على انك تعاود تجلس اطابل وتخدم ترونكين. شفنا سميتو مبارك، شفنا مترجي، شفنا يعني مرموق بلاصه الديراني. منير دابا اشاك فوا مره تشوف هاد الدراري ما كاينينش نهائيا، ما داخلينش كاع، تشوفهم هما لاعبين دي تيتولير. انا والله ما بقيت عارف التشكيله الوداد وبلاتي مبارك ما كيبانش لك البارح بانه مش حال هذه. حتى ملي كان مع فريق الرجاء لعاب ديال وسط الميدان، واش ما تقدرش دير ليه شي 2 ولا 3 ولا جو سي با، وكتخليه هو دائما يكون ان ليبر اللي كيمشي يعطيك دي باس اون بروفوندور. وهذا دابا هو خصو يقلب، لان حتى ذاك الوصول اللي تيكون اشاك فوا عند الحارس ديال فريق الوداد غادي يخلي لك مشكل. راك ماركيتي واحد البيت ترفض بسبب شروط. ما تنساش بان في الدقيقه 85 ولا هذا حمزه النوري مشى فاس مع الكارديان بيت وضيع، لان كون ماركات الفتح في ديك الوقيته انا لا اظن بانه غيكون صعيب نهائيا، لانه الحاله اللي كيعيشوها اللاعبين ديال الوداد لا اظن انهم يقدروا يخرجوا ديك الساعه من الهدف. غادي يكون عنده تاثير كبير. قدروا الوداد في 88 بقاو دائما مامنين ومشاو وسجلوا هدف ديال الانتصار. على اي مباراه بالنسبه لي انايا باقي فيها بزاف ما يتقال، وباقي الخدمه كتسنى ماكوينا، وجو كروا بانه هو غادي يقولها وغادي يقول لك. غير هو اظن اننا وصلتي للدوره السعود ما يمكنش تكون باقي ما لقيتيش لي 11 ديالك تيتولير، وما يمكنش ما تلقاش ان شيما ان سيستيم دو جو، لانه الوداد تاريخيا ديالو لعائله 3 سنوات و 4 سنوات صعيب باش توصل للمرمى ديال سميتو. ذاك الدفاع اللي كانت كتوفر عليه وذاك الميليتير اللي كان عندها راه خصو يرجع باش كتبقى الوداد تلعب ترونكيل. تقدر شي الوداد تقدر ما تماركيش، ولكن ما تماركيش عليها من غير الا كان شي خطا. دابا لا، دابا انا كيبان لي بان الوصول دغيا الدراري دغيا الفتح الفتح هو كتقولها انت. الفتح ما كاينش شي حاجه ما كاينش. الفتح ما كنبغيش نبقى نهضر عليه لانه ديجا كتشوفوه في خلال المباريات ديالو. ما عرفت انت كتقولها. بغينا نشوفوا الطابع شنو هو اش هي الميزه اللي نقدروا نقولوا عند الفتح. والله ما عرفت. انا حاجه وحده اللي قدرت نقول البارح مع الاحترام لسعيد شيبه والاختيارات ديالو، يمكن البارح كان عنده سي دي سباس وفرصه مواتيه انه نقدر نقول البارح راه الفتح حتى هو ضيع انتصار. راه حتى هو ضيع. انا ما قلتهاش لك، راه كانوا عنده دي زوكازيون، ماشي وحده ماشي جوج ماشي 3، ولكن راه غير شتي غير هذوك الاختراقات اللي كان كيدير من لو كوتي دروا راه ما تخدموش بالطريقه اللي خصهم يخدموا بها. ثم يقدروا يشكلوا خطر على الدفاع ديال فريق الوداد. يواصل النجم المغربي عبد الصمد الزلزولي لاعب ريال بيتيس الإسباني تقديم أداء استثنائي هذا الموسم ما جعله محط اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى. ويعد الزلزولي أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها مدرب الفريق مانويل بيريغريني، بالإضافة إلى كونه عنصرا بارزا في صفوف المنتخب المغربي بقيادة المدرب وليد ركراكي. وحتى الآن شارك الزلزولي في 14 مباراة مع بيتيس، أحرز خلالها 4 أهداف وقدم تمريرات حاسمة، ما عزز مكانته كلاعب محوري في خط هجوم الفريق. وقد لفت أداؤه انتباه نادي اس ميلان الإيطالي الذي يتابع عن قرب كخيار لتدعيم الصفوف بحسب مصادر مطلعة، حيث يقوم وكيل أعماله بمحادثات مبدئية مع النادي الإيطالي.
وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد من الأندية الأوروبية، لم تبدأ إدارة ريال بيتيس استعدادا للتخلي عن مهاجمها الشاب الصيف المقبل، إذ يهدف النادي إلى الاحتفاظ بخدماته لموسم إضافي انتظارا لزيادة قيمته التسويقية، خصوصا مع اقتراب كأس أفريقيا 2025، حيث يتوقع أن يشارك مع منتخب المغرب. شكرا على مشاهدة الفيديو. المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد من قناة سوبر سبورت.